لا يعلمها إلا الله. ربنا بيديكي وعارف إن انت هتستحملي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش عارفة أقول ايه، بس والله وحشتوني، وحشتوني بجد. هتسألوني ليه بختفي من اليوتيوب؟ هقولكم مش عارفة، رغم ان اليوتيوب اكتر منصة بحبها اصلا، بس انا مش عارفة ليه بفقد الشغف مرة واحدة. بتيجي عليا لحظة بفقد الشغف بطريقة مش طبيعية، رغم ان انا ما بحبش فكرة فقدان الشغف دي قوي وما بحبش امشي بيها، لان قعدت فترة امشي بفقدان الشغف لغاية ما حسيت ان لأ، ما ينفعش امشي بفكرة فقدان الشغف دي. الاستمرارية اهم حاجة في الدنيا، وده شعارنا. الاستمرارية اهم حاجة في الدنيا. طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا ما بعرفش اعمل اي حاجة من غير ما اعمل لها جورنال، من غير ما اكتب. الورقة والقلم دول حياتي. اي خطوة لازم اعملها اهو. كل حاجة بحب اكتبها، كل حاجة بكتب، كل حاجة انا بحب اكتب كل حاجة بمعنى الكلمة. فعنوان فيديو النهاردة لذيذ، ممكن يفيد بنات كتير قوي. بنات كتير قوي موجوعة، بنات كتير قوي حاسة ان الدنيا وقفت بيها. فانا جاية النهاردة علشان خليكي كده تصحصحي وتفوقي معانا يا حبيبة قلبي. لازم، بصوا لازم نستمر. احنا فتاة قويات، مش عارفة ايه تاني. المهم، زي ما شفتوا من العنوان، الضربة، خلي الضربة تقويكي. اعتقد ده هيبقى العنوان فعلا، خلي الضربة تقويكي. بصوا بتعدي علينا مواقف، بنتوجع جامد. بتحصل لنا كتير مواقف بنحس ان احنا موجوعين، ونقعد بقى نقول ليه حصلت المواقف دي؟ طب انا استاهل ان يحصل معايا كده؟ اسئلة وافكار كتير قوي بتيجي في دماغك في لحظة الوجع دي، بتبقي موجوعة جامد. انا مدونة الافكار بطريقة معينة عشان منساش، فضاعت خلاص. لقيتها كاتباهم بالترتيب. فالمواقف اللي بتوجع، بصوا احنا عايشين في الدنيا دي وهتحصل لنا مواقف كتير قوي هتوجعنا. مواقف كتير قوي هنحس ان ليه المواقف دي حصلت معانا؟ طيب ليه؟ هنستفاد ايه لما الموقف ده يحصل؟ طبعا الحاجات دي لا يعلمها الا الله. ربنا بيديكي وعارف ان انت هتستحملي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فربنا بيحطك في اختبارات، عارف انك قديها وعارف ان قدرتك انك تستحملي المواقف دي. طبعا انت بقى ما ينفعش تفضلي عايشة في الوجع والألم ده، ما ينفعش. لازم تفوقي لنفسك. ما ينفع ما ينفعش تفضلي عايشة على الوجع وتقعدي تفكري. اصلا الافكار واننا نفضل نفكر ده هيدمرنا اكتر. لازم تفوقي لنفسك. عادي تبقي موجوعة، بس بتنزلي، بتخلصي مشاويرك، بتروحي دراستك، بتروحي شغلك، مهتمية بحياتك، بس انتي موجوعة. عادي، مفيش مشكلة. الوجع مش عيب. الأهم إنك ما تستسلميش للوجع. لازم تقومي وتفوقي لنفسك حتى لو موجوعة. فاهمة قصدي؟ مش عارفة أوصلك المعلومة أكتر من كده، بس أنا حاسة إن هي وضحت. يعني انتي موجوعة تمام، بس فوقي لنفسك. بصي يا حبيبة قلبي، لازم تعرفي قيمة نفسك وتفوقي لنفسك. أهم نقطة إنك تختاري الأشخاص اللي حواليكي صح. الأشخاص اللي حوالينا بيأثروا فينا بشكل كبير، فلازم تختاري دايرتك صح. لازم تختاري ناس ما تستنزفش طاقتك، لأن بقى في أشخاص كتيرة قوي إلا من رحم ربي طبعا. أنا مش عارفة الكم اللي بتعمل كده، في حاجة غلط.
المهم إنِّك تختاري أشخاص ما تستنزفش طاقتِك، ما تستهلكيش، لإن في أشخاص كتير أوي يعني إلا من رحم ربي ما بتشوفش نفسها إن هي بتغلط، عادي تأثّر فيكِ بالسلب، فأنتِ اختاري دايرتِك صح، وعلشان تختاري دايرتِك صح لازم تبقي عارفة نفسِك. وفي سلسلة فيديوهات كنا عاملينها هنا غيّري حياتِك للأفضل، دي بتعرفي فيها نفسِك بشكل أفضل، فأنتِ حاولي تحسّني من دايرتِك، حاولي تشوفي الناس اللي بتستهلكِك وبتستنزف طاقتِك وبتستنزف سلامِك الداخلي وخرّجيها من حياتِك، وكوني عارفة إن هتلاقي ابتلاءات كتير وحاجات بتحصل لِك، حاولي ترضي، حاولي تكوني راضية، ازعلي واتضايقي بس كوني راضية، يمكن الابتلاءات دي خير ليكِ، يمكن الابتلاءات دي إشالة أذى كان أكبر ممكن يحصل لِك في المستقبل. ففكّري بطريقة إيجابية في المواقف والوجع والابتلاءات اللي بتحصل لِك، خلّيها أو خُديها بشكل إيجابي، طول ما أنتِ عندِك ثقة في ربنا وعلاقتِك بربنا كويسة، فالابتلاءات والحاجات دي هتعدّي بطريقة أسهل وهتواجهيها بطريقة أحسن، فحاولي تحسّني علاقتِك بربنا، لو مش ملتزمة في الصلاة صلّي، حاولي تقرأي قرآن، اعملي وِرد يومي كده ليكِ اقرأي فيه قرآن، حسّني علاقتِك بربنا، خلّيكِ دايمًا خلّي الأذكار دايمًا على لسانِك، استغفري، احمدي ربنا على كل حاجة، ممكن تكون حاجات كتيرة أوي بسيطة أنتِ مش شايفاها آآ هي بتكون نِعَم كبيرة أوي غيرنا مفتقدها، فحسّني علاقتِك بربنا وفوقي لنفسِك زي ما قُلت لِك. وما تخلّيش أي حاجة تأثّر عليكِ، كوني راضية دايمًا بكل حاجة بتحصل. وبس دي كانت حلقة النهارده، أتمنى تكونوا استفدتوا ولو بقدر بسيط، وإن شاء الله هارجع وأنزّل حلقات تاني على اليوتيوب، اكتبوا لي في الكومنتات حابين تشوفوا محتوى عن إيه الفترة الجاية، وشكرًا جدًا لمتابعتكم ومشاهدتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية، مع السلامة.